خلاصي. توم كروز. مخلفة توم كروز ولا مخلفة مين؟ اتنمروا عليه وقالوا إنه شبه لطفي لبيب، والمتابعين قلبوا الهزار بجد وبقوا بيتريقوا عليه طول الوقت. لكن أم خالد حبت تعرفهم مقامهم وعملت حاجة محدش يتوقعها. يا ترى أم خالد ردت عليهم إزاي؟ وهل فعلا الموضوع هزار ولا قلب بجد؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. واضح كده إن الجمهور مش هيسيب أم خالد وولادها في حالهم، وبعد ما كان كل شغلهم الشاغل خالد واللي بيعمله خالد، لقوا حاجة جديدة يتسلوا عليها، وده اللي هو ابنها الصغير. خلى أم خالد تفقد أعصابها وتطلع تهدد كل واحد بيفكر يجيب سيرة ولادها. الحكاية بدأت لما قررت أم خالد بعد ولادتها لابنها ريان بشهرين إنها تخليه يطلع على الجمهور، خاصة إنهم كانوا طول الوقت بيسألوها هو فين ريان وليه مش بيطلع معاكي. ولأن أم خالد مهووسة بولادها، أول لما طلعت ريان بدأت إنها تقول شعر في جماله وإنه شبه توم كروز، وإن اللي يشوفه ما يعرفش يفرق بينه وما بين البغيشة والكريمة. لكن التعليقات كلها كانت عكس المتوقع، لأن كل اللي كان بيتكتب في الكومنتات كان تنمر عليه، اللي يقول إنه شبه أم مكة بتاعة الفسيخ، واللي يقول إنه كشري ومش بيضحك. لكن التعليق اللي اتكرر أكتر من مرة هو إنه شبه الفنان لطفي لبيب، وإنه ده مش شكل طفل عنده شهور. في البداية أم خالد خدت الموضوع بهزار وما كانتش بتتكلم فيه نهائي، ولما حد بيكتب تعليق زي ده بتهزر معاه، لحد ما خرجت عن شعورها وعملت فيديو بتهدد بيه المتابعين، وطلعت وقالت أنا ولادي مليون خط أحمر، اللي يفكر يضايقهم أو يزعلهم هيشوف مني اللي عمره ما شافه. بدأتوا تتريقوا على خالد وتتنمروا عليه كل ما تشوفوه، ودلوقتي مسكتوا في ابني الصغير، أنا مش هسمح لأي حد يضايق ولادي. وكملت كلامها وقالت ياللي بتتنمر على شكلهم روح شوف خيبتك التقيلة، أنا ما يهمنيش ولادي يبقوا حلوين، أنا المهم عندي يبقوا رجالة. الحلاوة دي سايبينها للبنات، إنما الراجل ما يعيبوش حاجة، ولما تيجوا عند أولاد أم خالد أعرفوا إنهم خط أحمر. الناس كانت متفاجئة من طريقة كلامها، لكن التعليقات كتير دعمتها في اللي هي عملته، خاصة إنها بتحافظ على نفسية ولادها من التعليقات السلبية. وناس كتير تانية قالت لها إنها ما تطلعش ريان تاني معاها، وناس تانية كانت شايفة إن هي بتهزر، وطالما قبلت إنها تخلي ولادها يظهروا تتحمل أي تعليق ممكن يجيلها عليهم، لأن مش كل الناس هتحبهم أو هتحب ظهورهم. يا ترى شايفين اللي عملته أم خالد صح؟ وهل هي اللي غلطانة إنها خلت ولادها يظهروا؟ شاركونا رأيكم وتعليقاتكم في الكومنتات.